الاعدادي. النهارده ان شاء الله هنحل النموذج التاني من كتاب الوزاره ومن كتاب المدرسه في الجبر. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات نهتم قوي بنماذج المدرسه لان تقريبا هي دي اللي بيجي منها الامتحانات، فنركز فيها قوي. هي بتبقى نفس الافكار مع اختلاف الارقام، ممكن الارقام اللي تتغير لكن هي تقريبا بتبقى نفس الافكار. اول حاجه عندي السؤال الاول، دايما السؤال الاول بيبقى اختياري بس انا ما بكتبش الاختيارات عشان خاطر ما نضيعش وقت، فانا بكتبها لك كهيئه اكمل وانت بتشوف الاختيار اللي احنا اخترناه وبتختار. اول سؤال بيقول لي نقطه 3 و4 تقع في الربع. في الفيديو اللي فات او في النموذج اللي فات عملناها بنفس الطريقه، قلنا انا عندي بقسمها 4 ارباع. الاول ده بيبقى موجبات، س موجبه وص موجبه. التالت بيبقى سالب وسالب، التاني بيبقى سالب وموجب، الرابع بيبقى موجب وسالب. تمام؟ لان انا طبعا بيبقى عندي هنا الصفر، بيبقى عندي 1 و2 و3، هنا 1 و2 و3، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3. فلما نيجي نعمل الشبكه التربيعيه بتاعتنا هتلاقي ان الربع الاول كله موجبات، السين موجبه والصاد موجبه. الربع الثاني الصاد السين سالبه والصاد موجبه. الربع الثالث السين والصاد الاثنين سوالب. الربع هتلاقي السين موجبه والصاد سالبه. طيب هنا جايب لي موجب وموجب، على طول هتبقى في الربع الايه؟ هتبقى في الربع الاول. هتلاقي عندك في الاختيارات الربع الاول هنختار. من مقاييس التشتت هو جايبها لك اختيارات برضو. من مقاييس التشتت انا عندي المدى والانحراف المعياري. مقاييس التشتت غير مقاييس النزعه المركزيه. مقاييس النزعه المركزيه عشان الناس اللي بتتلخبط ما بين مقاييس النزعه المركزيه ومقاييس التشتت. مقاييس النزعه المركزيه وسطه من واحد، الوسط الحسابي او المتوسط الحسابي، ممكن نقول عليه وسط حسابي، ممكن نقول عليه متوسط حسابي. الوسيط وبعدين المنوال، دول مقاييس النزعه المركزيه. لكن مقاييس التشتت بيبقى عباره عن المدى والانحراف المعياري. المدى اكبر قيمه رأس اصغر قيمه، او اكبر مفرده رأس اصغر مفرده، او الفرق بين اكبر مفرده واصغر مفرده وكلهم زي بعض. الانحراف المعياري بيكون الجذر التربيعي لمربع الانحرافات. الوسط الحسابي ويعني بقيس برضه بيه التشتت بس بيبقى من ادق مقاييس التشتت. المدى مش دقيق قوي، يعني المدى ما بيبقاش فيه دقه، لكن الانحراف المعياري ادق مقاييس التشتت. هنا لانه اختياري بيقول لي من مقاييس التشتت هتلاقي عندك في الاختيارات الانحراف المعياري، يبقى من مقاييس التشتت هنا هيبقى عندي الانحراف المعياري لان هي موجوده في الاختيارات. لو كان عندك في الاختيارات المدى هكتب المدى، لو في الاختيارات الانحراف المعياري هكتب الانحراف المعياري. لو جه جابها لك من ادق مقاييس التشتت يبقى لازم يكون الانحراف المعياري، ما ينفعش يبقى المدى. فحسب ما السؤال جايلك انت بتقدر تجاوب. السؤال الثالث بيقول لي الثالث المتناسب للعددين 3 و6. عايز الثالث المتناسب. انا عندي في التناسب المفروض ان انا بقول ا على ب بيساوي ب على ج، ده كده تناسب متسلسل. ما دام جاب لي قيمتين وقال عايز ثالث متناسب يبقى هنا ده تناسب متسلسل، يبقى ا على ب بيساوي ب على ج، ا على ب بيساوي ب على ج. طب الالف اهي ادي الثلاثه على، طب ما هو ده الثالث المتناسب اصلا اللي هو عايزه ولا ده الثالث المتناسب؟ لا، الجيم هي الثالث المتناسب. البي دي هي الاوسط بتاع اللي هي الثاني المتناسب. طب انا عندي ايه؟ عندي 6 بيساوي برضه 6 على مين؟ انا ما اعرفش، هو ده اللي هو عايزه. يبقى هو عايز الثالث المتناسب اللي هي ثالث قيمه، ما هي دي اول قيمه، دول يعتبروا قيمه واحده. وبعدين الجيم، يبقى انا عندي 3 على 6 اهي، 3 على 6 خدنا ال6 تاني لانه تناسب متسلسل، يبقى انا عايز القيمه دي. طيب حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، هقول 6 في 6 ب 36. 36 لما اقسمها على 3 هيبقى 36 على 3 هتساوي 12. هتلاقوها عندكم في الاختيارات 12. نختار على طول 12 من الاختيارات. اذا كان ن س يعني عدد عناصر س ب2 ونون ص في س ب6، طب انت لسه قايل لي دلوقتي ان عناصر س بكام؟ ب2، حط فوق الس 2. طيب يبقى ايه اللي اتضرب في 2 اداني 6؟ ايه العدد اللي ضربته في 2 اداني 6؟ يبقى على طول الصاد بكام؟ ب3. يبقى ن ص في س ب6، السين هو مديها لي ب2، يبقى الصاد ب3، 3 في 2 ب6. فإن ن ص تربيع، طب ما انا عندي الصاد اصلا بكام؟ ب3. 3 تربيع، 3 في 3 ب9. السؤال اللي بعده المدى لسه قايلين دلوقتي اكبر مفرده رأس اصغر مفرده، او اكبر قيمه رأس اصغر قيمه. يبقى انا عندي اكبر قيمه هنا فين؟ هلاقيها ان هي 9. اصغر قيمه 3، يبقى 9 ناقص 3 بتساوي 6. اذا
لكن مش جايب لي السين في طرف والصاد في طرف. لو جايب لي السين في طرف والصاد في طرف يبقى ده تغير طردي. لو السين في اتجاه والصاد في اتجاه او السين في طرف والصاد في طرف يبقى ده تغير طردي. لكن ما دام جايب لي السين والصاد مع بعض في طرف بينهم علاقه ضرب يبقى على طول ده تغير عكسي. يبقى نقول الصاد بتتغير عكسيا مع 1 على س. وكده نبقى خلصنا السؤال الاول. تعالوا نحل السؤال الثاني. يلا نبدا اجابه السؤال الثاني. هنا بيقول لي اذا كانت س بتساوي 2 و5 المجموعه 2 و5 ص بتساوي المجموعه 1 و2 ع بتساوي المجموعه 3 فاقد ب. اول حاجه طالبه مني نون س ف ع. نون دي يعني عدد عناصر. عدد عناصر س ف ع. هي عدد عناصر س كام؟ ادي عنصر وده عنصر يعني عنصرين. طيب عدد عناصر ص كام؟ ادي عنصر وده عنصر عنصرين. طب عدد عناصر ع كام؟ عنصر واحد. هو هنا طالب مني ايه؟ نون س ف ع بيساوي هي عناصر الس كام؟ 2 في عناصر العين كام؟ 1 يبقى 2 في 1 بكام؟ ب 2. طيب هنا بيقول لي ص تقاطع س ف ع. هي ص بتتقاطع مع ايه؟ مع الس في ايه؟ شغل بقى 5 ابتدائي المجموعات بتاعت 5 ابتدائي. يبقى انا عندي الس 2 و5 والصاد 1 و2. هلاقي ان هنا في 2 وهنا في كام؟ في 2. يبقى بيتقاطعوا في مين؟ بيتقاطعوا في المجموعه 2. يبقى التقاطع هنا هيطلع المجموعه 2 في عين. هي عين بكام؟ عين المجموعه 3. يلا حاصل الضرب الديكارتي. انا عايز اضرب ص تقاطع س في عين يبقى المجموعه 2 في المجموعه 3 يبقى هتديني الزوج المرتب جوه المجموعه 2 و3. يبقى المجموعه ما بينهم وهنا الزوج المرتب 2 و3 واحطه ما بين قوسين مجموعه. تمام. اذا كانت ب وسط متناسب اول ما يقول لي ب وسط متناسب على طول اعرف ان ده تناسب متسلسل. اول ما يقول لي ب وسط متناسب على طول اعرف ان ده تناسب متسلسل. طيب التناسب المتسلسل ازاي؟ بيقول لي بالالف وب اثبت ان ا ناقص ب على ا ناقص ج بتساوي ب على ب زائد ج. اول حاجه هقول له نفرض ان ا على ب بيساوي ب على ايه؟ على ج. لان ب وسط متناسب. ب عندي وسط متناسب هساويهم بثابت التناسب. هساويهم بثابت التناسب. طيب لما اجي هنا اعمل فاكرين البنك بتاعي بنك المعرفه اللي بحط فيه الحاجات اللي انا بحتاجها؟ بعمل بنك المعرفه كده بتاعي بحط فيه الحاجات اللي انا عايزها اللي انا هستخدمها في المساله. هلاقي ان انا عندي الالف بتساوي ج م تربيع. يبقى الالف بتساوي ج م تربيع. طيب والب ج م بس. وطبعا احنا كنا اثبتناها قبل كده وعرفنا هي بتيجي كده ازاي. يبقى الب هتبقى ج م والالف ج م تربيع. الب بتساوي ج م والالف بتساوي ج م تربيع. ونبدا نقول الطرف الايمن والطرف الايسر عشان نثبت. هقول هنا الطرف الايمن بيساوي يبقى الطرف الايمن بيساوي هحط الطرف الايمن ا ناقص ب على ا ناقص ج. يلا نشيل الالف ونعوض عنها بج م تربيع ونشيل الب ونعوض عنها بج م. يلا نشيل الالف ونعوض عنها بج م تربيع. الجيم مش موجوده هسيبها زي ما هي. طيب هلاقي هنا في ج م وهنا في ج م يعني عندي عامل مشترك. ارجع بقى لاولى اعدادي ونبدا ناخد عامل مشترك شغل اولى اعدادي. طيب انا عندي هنا ج وهنا ج هناخد الجيم وعندي هنا م وهنا م هناخد الميم. نفتح قوسين. انا خدت الجيم م اتبقى معايا ميم واحده. طيب انا خدت الجيم م كلها يتبقى معايا واحد لان ج م على ج م فيها واحد. قلنا اي عدد على اي عدد اي عدد على نفسه يديني واحد. اي رمز على نفسه يديني واحد. طيب شرطه الكسر. هنا ج م تربيع وهنا ج م يبقى انا عندي الجيم عامل مشترك. خدت الجيم اتبقى م تربيع. طيب ناقص ج على الجيم فيها الايه؟ فيها الواحد. بيساوي. طيب هشيل الجيم مع مين؟ مع الجيم. اتبقى معايا م وميم ناقص واحد. طب هنا م تربيع ناقص واحد دي ممكن افكها اخليها قوسين 2. تحليل الضرب بمجرد النظر. برضه نرجع لاولى اعدادي الضرب بمجرد النظر ونبدا نحلل نفك القوس ده. انا عايزه اجيب مفكوك ده. يبقى انا عندي اجيب المفكوك بتاعه ازاي؟ بحط هنا م واحط هنا م ناقص وزائد وهنا واحد وهنا واحد. هلاقي ان عندي م ناقص واحد هنا زي م ناقص واحد هنا. شيل دي مع مين؟ مع دي. هيتبقى معايا ايه؟ هيتبقى معايا م على م زائد واحد. ده كده الطرف الايمن. ده كده الطرف الايمن. يبقى دي كده رقم واحد. انا كده جبت الطرف الايمن. طيب تعالوا نشوف الطرف الايسر. الطرف الايسر عندي هنا ايه؟ ب على ب زائد ج
1 و3 و4 و5. ص بتساوي المجموعة 1 و2 و3 و4 و5 و6. وكانت عين علاقة معرفة من س إلى ص إن أ عين ب، أو يعني أ علاقة على ب تعني واجي عند تعني دي وأعمل الخط، لأن هي دي اللي هشتغل عندها. تعني أن أ زائد ب بتساوي 7، لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لص. يعني السينات هي أ والصادات هي ب، يعني أي أ ينتمي لس وأي ب ينتمي لص. طيب أول حاجة هنا لما يجي يقول لي اكتب بيان عين وبين أن عين دالة ومثلها بمخطط سهم. طيب همثلها بمخطط سهم. أول حاجة بعمل إيه؟ أ زائد ب بتساوي 7. أ زائد ب بتساوي 7. يبقى أول حاجة أعملها كلمة تعني دي أنا أشتغل على بعدها على طول. يبقى كلمة تعني أن هي دي اللي أنا عايزاها، هي دي اللي هتبقى الدالة بتاعتي. أ زائد ب بتساوي 7، يعني كل أ من هنا آخد عليه ب من هنا أجمع عليه ب من هنا يديني 7. طيب هقول الأول بيان عين، يبقى بيان عين بيساوي. طيب أفتح قوسين مجموع. بيان عين هبدأ هنا الواحد ده دي كده الألف ودي كده الب. طيب عايز الألف مع الب يديني 7، يبقى الواحد مع إيه هنا يديني 7؟ ألاقي إن الواحد مع الستة يديني 7. طيب التلاتة مع إيه هتديني 7؟ التلاتة مع الأربعة تديني 7. طيب الأربعة مع إيه هتديني 7؟ مع التلاتة. طيب الخمسة مع إيه تديني 7؟ هيبقى الخمسة مع الاتنين، وأبقى أنا كده جبت بيان عين. مثلها بمخطط سهمي. هبدأ أجيب مخطط سهمي بتاعي اللي هي السينات والصادات. هنا السين وهنا الصاد، هنا المجال وهنا المجال المقابل. طيب السينات فيها 1 و3 و4 و5، الصادات 1 و2 و3 و4 و5 و6. أنا خدت الواحد مع الست أهي، وأخدت التلاتة مع الأربعة، أدي التلاتة مع الأربعة، والأربعة مع التلاتة، والخمسة مع الاتنين. يبقى أنا كده مثلتها بمخطط سهمي. أخدت الواحد مع الستة، وأخدت التلاتة مع الأربعة، وأخدت الأربعة مع التلاتة، وأخدت الخمسة مع مين؟ مع الاتنين. طيب هي كده عين دالة؟ هقول له نعم. ليه عين دالة؟ هقول له عين دالة لأن كل عنصر من عناصر س ماله ظهر كمسقط أول. يبقى كله ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. ظهر كمسقط أول مرة واحدة بس. الواحد والتلاتة والأربعة والخمسة طلعوا مرة واحدة بس، يبقى ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. يبقى كده فعلا عين دالة، وأخدنا المساقط كلها، أخدنا كل الموجود عندي في س، يبقى مفيش ولا عنصر عندي في س ما خرجش منه سهم. يبقى دي كده دالة. يبقى احنا جبنا بيان الدالة وعملنا المخطط السهمي وعرفنا إذا كانت عين دالة أو لأ. طبعا لو الدالة لو عين ما طلعتش دالة يبقى لا ليها مجال ولا ليها مجال مقابل ولا ليها مدى. لو العين ما طلعتش دالة، يعني لو في عنصر من عناصر س خرج منه أكتر من سهم، سهمين أو أكتر، أو في عنصر من عناصر س ما خرجش منه سهم خالص، يبقى دي مش دالة. ما اقدرش اقول مداها ايه، ما اقدرش اقول مجالها ايه، ما اقدرش اقول المجال المقابل بتاعها ايه. ما دام مش دالة لا ليها مدى ولا ليها مجال ولا ليها مجال مقابل. امتى اقول مدى ومجال مقابل؟ لما فعلا اتاكد ان عين دالة. تعالوا نشوف المثال الثاني. بيقول لي اذا كان 5 أ بتساوي 3 ب اوجد قيمه 7 أ زائد 9 ب على 4 أ زائد 2 ب. طيب هنا هنقول له حاجه بسيطه خالص. هنقول له بما ان 5 أ بتساوي 3 ب، طيب إذا 5 أ بتساوي 3 ب، يعني أنا لو جبت الألف على الب، لو جبنا الألف على الإيه؟ على الب، ما هي فاكرين لما قلت لكم لما نروح ما نرجعش إيدينا فاضية؟ لما الألف تروح للب ما ترجعش إيدك فاضية، خد أي حاجة معاك وأنت جاي. خد اللي في سكتك معاك وأنت جاي، يبقى الألف راحت لمين؟ للب، ما ترجعش فاضي. خد لي بقى الثلاثة مع الخمسة، يبقى الألف على ب هتساوي 3 على إيه؟ على 5. يعني الألف هتساوي 3 والب هتساوي 5، يبقى بما أن 5 أ بتساوي 3 ب، إذا الألف على ب بتساوي 3 على 5. طب تعالوا بقى نروح على بنك المعرفة الجميل اللي إحنا بنعمله دوت، اللي هو أ بتساوي 3، بس هنا دي نسبة، يبقى ما ينفعش أقول 3 بس، لازم
ب3 م زائد الاثنين ب بكام؟ ب5 م بتساوي 7 في 3 ب21 م زائد 9 في 5 ب45 م على 4 في 3 ب12 م زائد 2 في 5 ب10 م. يلا نجمع 21 م زائد 45 م هتديني 66 م 12 م و10 م 22 م. طب ما انا عندي م فوق وم تحت وم مضروبه فوق وم مضروبه تحت، اخلص منها خالص بناقصها مش عايزينها بناقصها الميم بناقصها مش عايزينها. يبقى 66 على 22 هتساوي كام؟ هتساوي 3. يبقى قيمه المقدار ده كله طلعت بايه؟ ب3. يلا نحل السؤال الرابع. بيقول لي اذا كانت داله س بتساوي 4 س زائد ب وكانت داله س بتساوي 15 اوجد قيمه ب. طيب هو قال لي ايه؟ قال لي ان داله س بتساوي 4 س زائد ب، هو اللي قال لي وكانت داله 3 ب15. طيب اول حاجه هقولها له بما ان داله س بتساوي 4 س زائد ب وداله 3 بتساوي 15، طب ما تيجي نعوض عن السين ب3. ما هي داله السين دي بتساوي ايه؟ الداله دي. طب يعني دي داله س، يعني انا هشيل دي واحط 3، يعني كل س هتقابلني احط مكانها ايه؟ احط مكانها 3. هقول له يبقى داله السين دي بتساوي 4، السين دي هنشيلها ونحط مكانها 3 زائد الب زي ما هي، كلهم بيساووا كام؟ كلهم بيساووا 15. تاني بما ان داله س بتساوي 4 س زائد ب وداله 3 ب15، يعني انا لو شلت الداله دي وحطيت مكانها 3 هساويها بال15. لو شلت الداله دي وحطيت مكانها 3 هساويها بال15. يعني كل س عندي يعني داله س دي يبقى هشيل الس دي واحط مكانها 3، يبقى ال4 في 3 زائد الب زي ما هي ثابت بتساوي 15. طب 4 في 3 بكام؟ هلاقي ان 4 في 3 ب12 زائد ب بيساوي 15. بقت معادله عاديه خالص. انا بسيب ال12 بتاعتي، انا عايز الب لوحدها في طرف، عايز الب لوحدها في طرف. طب لما عاوز الب لوحدها في طرف هقول ب بتساوي الثابت زي ما هو، ال15 دي ثابته زي ما هي الكبيره. احنا اتفقنا ان الصغير هو اللي بيروح للكبير، اتفقنا الصغير هو اللي بيروح للايه؟ للكبير. يبقى انا عندي 15 ناقص 12 يبقى الب بتساوي 3. يبقى انا كده عملت معادله والب عندي بتساوي 3. طيب اذا كانت ص بتتغير طردي مع س وكانت ص بتساوي 6 عندما س بتساوي 3، اوجد العلاقه بين س وص. هي ص بتتغير طردي يبقى الص بتساوي م س على طول. طيب الص بتساوي م س، الص هنا ب6 بتساوي م مش عندي الس ب3، يعني الص بتساوي، انا لو عايزه اجيب الميم لوحدها هتبقى الميم بتساوي هقسم هنا على 3 وهقسم هنا على 3 يبقى الميم بتساوي 2. هو عايز العلاقه، ارجع بقى لدي، يبقى الصاد بتساوي شيل الميم وحط مكانها 2 وحط س، يبقى دي العلاقه بتاعتي. طيب قيمه صاد عندما س بتساوي 5، يعني عايز صاد لما س بتساوي 5. طب شيل الس وحط مكانها 5 هتساوي 10، يبقى الصاد عندي بتساوي ايه؟ بتساوي 10. يبقى انا كده اول حاجه عملتها له جبت العلاقه ما بين س وصاد اللي هي ما دام بتتغير تغير طردي وهو اللي قايل لي تغير طردي يبقى الصاد بتساوي م س. طيب الصاد ب6 وهو اللي قايل لي بتساوي الميم تنزل زي ما هي، الس بكام؟ ب3، يبقى 6 بتساوي م في 3، اقسم على 3 هنا واقسم على 3 هنا، يبقى انا عندي الصاد بتساوي، هطلع الميم الاول الميم 2 ورجع تاني العلاقه زي الاول، حط الصاد زي ما هي والميل زي ما هو او الميم زي ما هي الثابت زي ما هو وحط السين. دي العلاقه بتاعتي. تاني حاجه بيقول لي قيمه صاد عندما س ب5، نفس العلاقه اللي انا جبتها دلوقتي، ادي الصاد بتساوي الميم بتاعتي ب2. طب هو قال لي عوض عن السين بكام؟ اعوض عن السين ب5، يبقى الصاد بتساوي 2 في 5 ب10، يبقى انا كده جبت الصاد ب10، يبقى انا كده جبت الطلبين الاثنين العلاقه ما بين س وصاد وجبت له قيمه صاد. وتعالوا نحل اخر سؤال، السؤال الخامس. يلا بينا. يلا معانا في اجابه السؤال الخامس. اجابه السؤال الخامس رقم ا بيقول لي بس بيانيه منحنى الداله حيث داله س بتساوي 4 ناقص س تربيع. يبقى دي الداله بتاعتي، دي كده الداله بتاعتي اللي انا بحتفظ بيها لان دي اللي هعوض عنها. طيب متخذا س تنتمي لسالب 3 و3، يبقى الفتره بتاعتي سالب 3 وايه؟ و3. طيب ومن الرسم يبقى هيبقى عايز ايه؟ عايز رسم. استنتج نقطه راس المنحنى واستنتج القيمه الصغرى للداله واستنتج معادله محور التماثل. تعالوا نحلها. انا بجيب الداله كده واخليها جنبي، معلش انا خطي
خط سيء جدا معلش استحملوني. انا بجيب دالة س، هجيب هنا دالة س جنبي واقول له دالة س بتساوي 4 ناقص س ترجع دي الدالة بتاعتي، بجيبها كده اخليها جنبي عشان هي دي اللي انا هعوض فيها، دي اللي انا هعوض فيها ودي اللي انا هبدا اشتغل على اساس الفترة سالب 3 و3. يلا نعمل الجدول بتاعنا. ادي الجدول، الاولانية بتبقى س، الخانة الأولى بتبقى س، والخانة الثانية دالة س. طيب هي الفترة بتاعتي من سالب 3 ل 3، سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3. يبقى انا كده جبت الجدول بتاعي وعملت السالب 3 تمام، والسالب 2 والسالب 1 و0 و1 و2 و3. انا كده خدت الفترة بتاعتي زي ما هي موجودة بالظبط، اخدت الفترة بتاعتي من عندي، ودي الدالة بتاعتي اللي انا هعوض فيها. تعالوا بقى نعوض في الدالة عشان نجيب دالة ايه س، واحنا قلنا ان دالة س دي هي الصاد، دالة س دي هي الصادات. يبقى انا عندي س سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3. دالة س اللي هي الصادات دي اللي انا هجيبها دلوقتي من خلال الدالة اللي هو مديها لي. طيب اول حاجة 4 سالب س، شيل الس دي وحط سالب 3. طيب سالب 3 في سالب 3 هتديني ايه؟ هتديني 9. 4 ناقص 9 هتديني سالب 5. طيب شيل دي وحط سالب 2. سالب 2 في سالب 2 ب 4. 4 ناقص 4 هتديني 0. شيل دي وحط سالب 1. سالب 1 في سالب 1 ب1. 4 ناقص 1 3. شيل دي وحط 0. 0 في 0 ب0. 4 ناقص 0 هتديني 4. طيب نشيل دي ونحط 1. 1 في 1 ب1. 4 ناقص 1 3. شيل دي وحط 2. 2 في 2 ب 4. 4 ناقص 4 تديني 0. طيب شيل دي وحط 3. 3 في 3 ب 9. 4 ناقص 9 بتديني 4 ناقص 9 تديني سالب 5. يبقى انا عندي امتى اعرف ان انا صح؟ لما الاقي البدايه بتاعتي زي النهايه، الاقي ان هو كده البدايه زي النهايه، الاولانيه زي الاولانيه، الثانيه زي الثانيه، الثالثه زي الثالثه. هوب انا جيت فين بقى؟ جيت هنا اهو 0 وال4، جيت عند الصفر والايه؟ وال4. الصفر والاربعه اللي بجيب منها كل ده، اللي بجيب منها نقطه راس المنحنى، وبجيب منها القيمه الصغرى للداله، وبجيب منها معادله محور التماثل. يبقى اللي في النص دي من غير ما ارسم، لو انا مش عايزه ارسم او انا ما رسمتش بس هو بيقول لي هو من الرسم يبقى لازم ارسم. لكن انا ممكن اجيبهم من الجدول. ازاي اجيبهم من الجدول؟ هاجي اقول له هنا نقطه راس المنحنى، ادي نقطه راس المنحنى. نقطه راس المنحنى يعني اللي هي الزوج المرتب اللي في نص المنحنى بالظبط. السنات هتبقى ب0 والصادات هتبقى ب4. طيب لو جيت قلت له القيمه الصغرى، القيمه الصغرى يعني المنحنى يطلع شكل 7. القيمه الصغرى المنحنى بتاعي يطلع شكل 7. طيب القيمه الصغرى اللي هي الصاد، يبقى الصاد ب4. القيمه الصغرى اللي هي الصاد. طب لو قلنا معادله محور التماثل، معادله محور التماثل دايما بتبقى السين، هي السين بكام؟ السين ب0. يبقى انا من خلال الجدول قدرت اجيب له نقطه راس المنحنى اللي هي النقطه اللي في راس المنحنى بالظبط، اللي هو الزوج المرتب بتاع نقطه راس المنحنى بالظبط، اللي هو الصفر وال4. طيب الصاد بكام؟ الصاد ب4. طب السين بكام؟ السين ب0. تعالوا بقى نرسم. لو انا رسمت هنا ادي الشبكه التربيعيه بتاعتي او المستوى الاحداثي، ببدا هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 1 2 3 4 5. طيب تعالوا نبدا نمثل بقى. سالب 3 مع سالب 5. سالب 3 فين في السينات اهي، مع سالب 5 اهي تنزل تحت. ادي سالب 3 مع سالب 5. طيب سالب 2 مع الصفر، سالب 2 مع الصفر تفضل زي ما هي. صفر مع الاربعه، ادي الصفر مع مين؟ مع الاربعه اهو. تمام؟ طيب 1 مع الثلاثه، 1 مع الثلاثه. فين الواحد مع الثلاثه؟ 2 مع الصفر، الاثنين مع الصفر. الثلاثه مع السالب 5، الثلاثه مع مين؟ مع السالب 5. يبقى انا كده عندي هنا سالب 3 مع سالب 5، سالب 3 مع سالب 5، سالب 2 مع صفر، سالب 2 مع صفر، سالب 1 مع الثلاثه. احنا ما خدناش سالب 1 مع الثلاثه، هي دي النقطه اللي كانت ناقصه. يبقى سالب 1 مع الثلاثه، الصفر مع الاربعه
الواحد مع التلاتة، الاتنين مع الصفر، التلاتة مع -5. طيب انا كده هو اداني شكل 8 مش شكل 7، يبقى القيمة هتبقى عظمى مش صغرى. ده اداني شكل 8، يبقى انا عندي القيمة هنا هتبقى عظمى، القيمة العظمى. يبقى ما دام اداني، انا لسه بقول لكم دلوقتي، ما دام لو اداني شكل 7 هتبقى القيمة الصغرى، لو اداني شكل 8 هتبقى القيمة الايه؟ العظمى. عرفنا ايه أهمية الرسم؟ حتى لو في غلطة في المسألة نفسها أو أنت ما أخدتش بالك، الرسم بقى بيوضح لك الدنيا دي. من خلال الرسم بقى بتبدأ تعرف هي قيمة عظمى ولا قيمة صغرى. طب احنا كنا بنقول ان هي قيمة صغرى، لما جينا رسمنا طلعت لا ده شكل 8 وال8 أكبر من ال7 يبقى قيمة عظمى. يبقى الرسم فادنا في ان احنا نعرف ان كان عندنا غلطة هنا هي عظمى مش صغرى. يبقى انا عندي القيمة العظمى ص بتساوي 4. تعالوا نطلع الحاجات دي من على الرسم. طيب نقطة رأس المنحنى، ادي نقطة رأس المنحنى دي كده نقطة رأس المنحنى اللي هي طلعت مين برضه؟ 0 في السينات و4 في الصدق. 0 في السينات و4 في الصدق اهي. طيب القيمة العظمى لأن المنحنى طلع شكل 8 ولما يطلع شكل 8 تبقى عظمى. الصاد ب4، ما فعلا الصاد طلعت بكام؟ ب4. طيب القيمة الصغرى س بصفر، ما هي فعلا السين بايه؟ بصفر، يبقى الصاد ب4 والسين بصفر. يبقى ممكن اجيبها من الجدول وممكن اجيبها من الرسم، ممكن اجيبها من الجدول ممكن اجيبها من الايه؟ من الرسم، بس ما دام هو قال لي ومن الرسم استنتج يبقى لازم نرسم. تعالوا ناخد رقم ب، ودي هتبقى اخر جزئيه في النموذج الثاني. يلا. الاتي يمثل عدد الاطفال في 100 اسره. عندي عدد الاطفال وعندي عدد الاسر. طبعا عدد الاطفال ده احنا بنقول عليه اللي هو السين. طيب عدد الاسر ده اللي هو الكام في التكرارات. هو جايب لي جدول من جدول تكراري مش جدول زي مجموعات، لانه لو جدول زي مجموعات هيبقى ليه جدول تاني خالص. ده جدول مش مجموعات، ده جدول تكراري بسيط، جدول تكراري بسيط. طيب بيقول لي احسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. عشان احسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لازم اعمل جدول مكون من 6 خانات، لازم اعمل جدول مكون من 6 خانات. هنعمل هنا جدول مكون من 6 خانات، هنا 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. طيب هحط ايه في الجدول ده؟ اول حاجه هحطها في الجدول السين اهي، السينات اللي هي هتبقى 0 1 2 3 4. والصاد اللي هي عندي اللي هي التكرارات هخليها الكام دي هتبقى التكرارات اللي هي 6 15 40 25 14. اخر خانه دي هسميها خانه المجموعه، هسميها خانه الايه؟ المجموعه. يبقى انا عندي هنا س ك، الخانه دي هتبقى س في ك، هنا هتبقى س ناقص س بار اللي هي الوسط الحسابي، هنا هتبقى س ناقص س بار الكل تربيع بربعها. طيب هنا هتبقى س ناقص س بار الكل تربيع مضروبه في مين؟ مضروبه في الكاف. طيب هنا السين عرفناها، الكاف وعرفناها. طيب السين في كاف، اضرب السين في كاف. طيب يعني 0 في 6 بصفر، 0 في اي عدد بصفر، 1 في 15 ب15، 2 في 40 ب80، 3 في 25 ب75، 4 في 4 ب16 6 ومعايا الواحد، 4 في 1 ب4 و1 5، يبقى 4 في 14 ب56. لازم اجمع دول. يبقى انا عندي هجيب مجموع س في ك وهجيب مجموع ك، انا عايز مجموع ك ومجموع س في ك. تعالوا نجمع ك. هنا 15 و25 40، 40 و40 80، 80 وهنا 20 6 و14 20 يبقى 100. هيبقى هنا 100 بالظبط. يبقى المجموع هيبقى 100. هو كده كده اصلا مديني، يعني هو قال لي اصلا في 100 اسره، يعني هو كده كده اصلا جايب لي ان هو 100 اسره، بس احنا هنجمعهم برضو طلعوا 100. طيب تعالوا نجمع هنا 80 وهنا 15 و75 90، 90 و80 170، 170 و50 هيبقى 230، 220 هيديني هنا 226 بالظبط. يبقى مجموع س في ك 226 وهنا مجموع ك هيديني 100. هو كده كده اصلا قايل لي مجموع ك ب 100، هو اصلا قايل لي مجموع ك ب 100. يبقى هنا مجموع ك ب 100 ومجموع س في ك ب 226. يبقى انا عندي مجموع 100 و226 اقدر اجيب منهم الوسط الحسابي.
مجموع س في ك على مجموع ك. مجموع س في ك على مجموع ك. طيب بيساوي مجموع س في ك انا لسه جايبها دلوقتي 226. طب مجموع ك بكام؟ ب 100. لما اقسم على 100 طبعا اضافه العلامه العشريه هنمشيها مرتين، بدل ما هي كانت 226 لا ده هتبقى 2 و26 من 100. اللي ما بيعرفش يجيبها بالعقل ممكن يجيبها بالاله الحاسبه مفيش مشكله خالص. يعني كل ده ممكن نشتغله بالاله الحاسبه. انا بجيبه دماغي بس احنا ممكن نشتغل بالاله الحاسبه ما فيهاش اي مشكله خالص. هيبقى 226 على 100 هتديني 2 و26 من 100. ده كده الوسط الحسابي بتاعي اللي هو س بار. ده الوسط الحسابي. هنا بقى بيقول لي س ناقص س بار. طيب يعني اجيب السين دي انقص منها 2 و26 من 100 واجيب الواحد وانقص منه 2 و26 من 100 واجيب الاثنين وانقص منها 2 و26 من 100 واجيب الثلاثه وانقص منها 2 و26 من 100 واجيب الاربعه وانقص منها الاثنين و26 من 100 وبعد كده الناتج اللي هيطلع هنا هربعه. بعد ما اجيب التربيع هجيب التربيع بتاع هنا واضربه في كام؟ اضربه في 6 واضربه في 15. يبقى انا عندي هنا لو انا جبتها اشتغلتها وعملتها لكم عشان ما نضيعش وقت ما يبقاش الفيديو طويل. فاحنا اشتغلناهم جبنا س ناقص س بار وجبنا س ناقص س بار في كل تربيع، س ناقص س بار في كل تربيع ضربناها في كام طلع الناتج او المجموع بتاعي 113 و24 جزء من 100. طيب اجيب بقى الانحراف المعياري ازاي؟ هو عايز الوسط الحسابي جبناه، عايز بقى الانحراف المعياري. هقول له الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي لمجموع س ناقص س بار لكل تربيع مضروبه في كام؟ طيب هقسمها على مجموع س في كام؟ يعني انا عندي الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي، الناتج اللي طلع 113 و24%